على قد ما إنه بسيط هيدا الطبق، على قد ما إنه صعب إعداده بطريقة مثالية وترضي كل الأذواق ويكون طعمته روعة وطيبة كتير وفريش بنفس الوقت. تابعوا معي أحبابي، لا تنسوا الاشتراك بالقناة ولايك وشير للفيديو. بالبداية قطعنا الخضار من بندورة، خيار، بصل، نعناع، زعتر، بقدونس، وأيضا الخس. قطعناهم بطريقة حلوة لحتى يبينوا حلوين بصحن الفتوش. طبعا كل الورقيات رح نغسلها بشكل جيد. بالنسبة للنعنع الأخضر والزعتر في فيديو موجود على القناة كيف فينا نجففهم أيضا ونستخدمهم بحال ما كان عنا فريش. وهون أيضا بالنسبة للتوت الشامي المجفف، الحصرم المجفف والسماق، موجود فيديو على القناة بإعدادهم. ودبس الرمان اللي هو أساس صحن الفتوش أيضا موجود فيديو على القناة فيكم تشوفوه. بالنسبة للتتبيلة تبع صحن الفتوش، حطيت دبس الرمان مع معلقتين خل أبيض وتوم، فلفل أسود، بابريكا، والسماق. ورح حط أيضا حصرم مجفف أو توت شامي مجفف الحامض، فيكن تختاروا من اثنين. والحبق المجفف إذا كان عنا فريش بيكون أحلى. ملح والزيت الزيتوني اللي هو كل ما كان أصلي وطيب كل ما كان صحن الفتوش أطيب. بنتساءل أحبابي ليش بالمطاعم بناكله فريش وما بيكون دبلان؟ لأنه بالمطاعم بيحضروه بهيدي الطريقة، بيغسلوا الخضرة منيح وبينشفوها وبيعملوا الخلطة هاي اللي عملناها على جنب وبيضيفوها أثناء إعداد صحن الفتوش لحتى يطلع فريش وطيب. طبعا ما ننسى الخبز اليابس أو المحمص أو المقلي حسب الرغبة، مع رشة سمسم على الوجه. إن شاء الله ألف صحة وهنا يا رب. هذا هو صحن الفتوش كتير طيب، بنصحكم تجربوه رح تحبوه أكيد بهيدي الطريقة. إن شاء الله صحة وعوافي. ما تنسوا أحبابي لايك وشير واشتراك بالقناة، سبسكرايب موجود أسفل الفيديو. باي.